everyone. Hope you are all well. النهارده آخر جزء من يونت 2 في منهج كونكت جريد 2. أتمنى نكون متابعين يعني حلقة بحلقة، ونكون بنحل حلقة بحلقة معايا ومتابعين كويس جدا علشان تستفادوا بالقدر المطلوب. تمام. هنتكلم عن النهارده أول حاجة هنتكلم عنها verbs، أفعال، شوية أفعال هو جايبها لي في اليونت. أول حاجة speak يتحدث، speak اوكي. hear يسمع، hear throw يرمي، throw see يشوف، see kick يشوت، kick run اوكي. دي كانت بعض الفيربز الموجوده عندي في اليونت. هو مش جايب لي الفيربز دي فور فن، لا طبعا هو هنستخدمهم في جمل دلوقتي وهنفهم معنى كل حاجه. بس انا دلوقتي هكتب الفيرب وهنحاول ان احنا نقرا الكلمه اللي انا هكتبها. يعني مثلا مين فينا هيعرف يقرا لي what is this verb? Is it speak or hear? This is hear اوكي. هكتب واحد كمان. لازم الطفل يعمل differentiate between each verb، يعني يقدر يفرق بين كل verb مكتوب عنده. run run اوكي. الverb اللي بعده نشوف مين هيعرف يقراه منكم. What is this? Is it throw? No, it's kick. طيب يا ترى هو جايب لي الفيربس دي ليه بقى في اليونت؟ هنشوف دلوقتي حالا. لانه هيتكلم على انه انا بقدر اسمع مثلا بودني، انا بقدر اتكلم ببقي، انا بقدر اجري، الحاجات دي. طيب قبل ما نخش على الموضوع ده هنتكلم عن يعني ايه انا بقدر. I can انا استطيع. I can عكسها I can't. مرة كمان can عكسها can't. can يعني يقدر ويستطيع، can't ما يقدرش ولا يستطيع. تمام. can ما بيتغيرش مع الضمير اللي قبله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني I بتاخد can انا استطيع. طب انا عايزه اقول هي بتقدر او هي تستطيع، يبقى she can برضو. ما حدش يقول لي she cans، لا she can. مش بضيف لكلمه can اس ولا es ولا اي حاجه. هي can زي ما هي. I can، he can، she can، we can. تمام. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أول حاجة هنتكلم عنها I can speak، بقدر أتحدث. I can speak with my mouth. يعني إيه كلمة with؟ W-I-T-H. with معناها بواسطة، من خلال. يعني أنا بتكلم بواسطة بقي، يبقى I can speak with my mouth. I can speak with my mouth. I can speak with my mouth. اللي بعدها I can hear، أنا بقدر أسمع. يا ترى بإيه؟ بوداني، 2 ears بتوعي، يبقى with my ears. I can hear with my ears. I can hear with my ears. I can hear with my ears. اوكي. اخر اللي بعدها throw، برمي بالارم بتاعي، دراعي. I can throw with my arms. I can throw with my arms. بعدها I can run، بجري with my legs. I can run with my legs. I can run with my legs. بعدها I can kick، بشوط with my feet. I can kick with my feet. واخر واحدة I can see with my eyes. I can see with my eyes. نقدر نسمعهم كلنا، نقولهم مع بعض. I can speak with my mouth. I can speak with my mouth. I can hear with my ears. I can hear with my ears. I can run with my legs. I can run with my legs. I can kick with my feet. I can kick with my feet. I can throw with my arms. I can throw with my arms. I can آخر واحدة I can see with my ears with my eyes.
I can see with my eyes. اوكي طيب احنا من شويه قلنا ان في فرق بين كلمه can و can't. can يعني يستطيع، بيقدر يعمل حاجه. can't مش بيقدر. طيب في الجزء ده من الليسون بيتكلم عن ان في بعض الاشخاص ما بتقدرش تسمع، ما بتقدرش تشوف، ما بتقدرش، فجايب لي جمل عليها، فانا لازم اكون عارف. مثلا جايب لي مثال انه he can't see، هو مش بيقدر يشوف. so لذلك he can read with his hands، بيقرا بايديه. يعني ايه يا مس بيقرا بايديه؟ هو في حد بيقرا بايديه؟ لو هو الشخص he can't see مش بيقدر يشوف، فهو بيقرا بايديه ليه؟ لانه بيلمس الحروف، بتكون الحروف بارزه فبيلمسها وبيحاول يقرا منها كلمات. علشان كده لو هو جايب لي في الجمله he can't see مش بيقدر يشوف، يبقى he can read with his hands. with his hands بيقرا بايديه، لانه he can't see so he can read with his hands. لان ممكن حد يقول لي يعني ايه مس بيقرا بايديه، فاحنا عرفنا السبب انه he can't see، ما بيقدرش يشوف. اوكي he can't see. طيب اللي بعدها جايب لي كمان جمله انه she can't hear مش بتقدر تسمع، علشان كده she can speak بتتحدث بقى بايه؟ with her hands يعني بلغه الاشاره بايديها. she can't hear مش بتقدر تسمع، she speaks تتحدث with her hands بايديها. تمام؟ دي جملتين هو كان جايبهم لي في النص. طيب وفي واحده كمان he can't run، واحد مش بيقدر يجري لانه جايبهولي ان هو قاعد على على كرسي متحرك، يعني جايبهولي كده في الصوره، ف we can't play ان احنا نقدر نلعب معاه حتى لو هو قاعد على الكرسي ده. هو جايب لي الجزء ده في الليسن فيما معناه ان احنا يكون عندنا تقبل للشخص الاخر يعني. تمام؟ وفي نفس الوقت الجمل اللي انا قلتها دي ممكن يجي منها سواء في الري ارينج او في التشوز. انه he can't see، واحد he can't see he can read with his hands. she can't hear مش بتسمع، she can speak with her hands بلغة الإشارة. he can't run مش بيقدر يجري، بس we can play نقدر play نلعب مع بعض. اوكي دلوقتي بقى هنخش على جزء فونكس موجود في اليونت. تمام؟ جايب لي ال T and H مع بعضهم make the sound what؟ T and H make the sound th. وجايب لي عليهم 4 كلمات. أول كلمة كلمة mouth، ولازم أطلع لساني في التي اتش. mouth. الكلمة اللي بعدها bathroom اللي هو التويلت. bathroom. الكلمة اللي بعدها throw اللي خدناها من شوية، يرمي. throw. كمان كلمة tooth، سنة واحدة بس tooth، وأسنان كتيرة teeth. في الكلمتين بطلع لساني tooth. اوكي دي كلها كلمات فيها T and H. وكمان كلمة 3 number 3. اوكي نقولهم تاني T and H make the sound th. بالمناسبة تعالوا نفتكر C and H خدناها في أول جزء في اليونت، كانت بتعمل صوت إيه؟ مين فاكر؟ C and H كان صوتها تش. طب كانت إيه كلمات تش؟ chicken ها children beach. اوكي احنا بس بنحاول ان احنا نراجع الجزء القديم. chicken children beach. اوكي طيب دلوقتي هناخد T and H نراجعها تاني، تعمل صوت ث. teeth toes throw 3 bathroom mouth. اوكي 13 ده بقى هنخش عليها في كلمة 13 فيها T and H بتعمل صوت ث. طيب جايب لي جزء كمان عند الفونكس اللي هو الدبل اي، الاتنين اي بتعمل صوت اي، زي كلمة 13 زي كلمة green أخضر green، زي كلمة teeth زي كلمة آخر حاجة بي نحلة بي. طيب ممكن حد يقول يا مس كلمة 13 فيها صوتين وكلمة teeth فيها صوتين، ده حقيقي فيها التي اتش وفيها الدبل اي. هو عمره ما هيجيبها لك كده في الامتحان او في اي سؤال، هو بس بيجيب لك مثلا ناقصه حروف ايه. تمام؟ يعني ممكن يجيب لك كلمه teeth ناقصه دبل اي في مره ثانيه هيجيبها لك ناقصه التي اتش وهكذا. يبقى دبل اي make the sound اي زي كلمه بي
teeth 13 green. اوكي طيب في جزء كمان يعتبر هو اخر جزء عندي في اليونت اللي هو how we grow. يعني ايه كلمه grow؟ يعني ينمو او يكبر. how we grow احنا ازاي بنكبر. جايب لي 3 مراحل من عمر البيرسون الانسان. how we grow يعني ازاي احنا grow نكبر. اول حاجه المرحله الاولى baby في الانسان بيكون baby. المرحله اللي بعدها child يعني طفل. دي مفرد children. خلي بالك كلمه children اللي احنا اخدناها مع ch مفردها child طفل واحد child. يبقى في الاول البيرسون بيكون baby بيكبر شويه بيكون child بيكبر بقى بيكون انسان بالغ او شخص بالغ اسمها an adult. يعني ايه an adult؟ يعني شخص بالغ. يبقى baby child an adult يعني شخص بالغ an adult. طيب جايب لي جزء تاني من how a bird grows. البيرد العصفور او الطائر how the bird grows مراحل نمو البيرد. اول حاجه البيرد بيكون an egg بيضه an egg. الان egg بتكبر شويه بتكون baby bird يعني عصفور بيبي صغير. يبقى an egg بتكبر شويه بتكون baby bird. البيبي بيرد بيكبر بيبقى an adult bird يعني عصفور كبير شويه an adult bird. فدي كانت how we grow and how the birds grow. how we grow baby child بعد ال child an adult. how the birds grow how a birds grow or how a bird grows بيكون egg بعد الegg baby bird بعد البيبي bird adult bird. دي كانت اخر جزء عندي في unit 2 منهج connect grade 2. ما ننساش نشير لينك القناه لكل اصحابنا اللي في grade 2 ونعمل لايك وشير. Thank you so much and goodbye.